في جرايم بتحصل في الضلمة، وفي جرايم بتحصل في النور، بس احنا اللي بنختار نطفي النور. التحرش مش حادثة فردية ومش سوء تربية ولا لبس، أحيانا هو نتيجة مرض وأحيانا نتيجة مجتمع بيبرر، ولكن في الحالتين الضحية واحدة اتسرق منها إحساسها بالأمان. أكيد كلنا سمعنا عن اللي حصل في جزيرة إبستين، بس أنا مش جاية النهاردة عشان أتكلم عن الجزيرة خالص. أنا جاية أتكلم عن حاجة مختلفة وبقالها منتشرة بقالها فترة، وهي البودوفيليا. إيه هي البودوفيليا؟ وهي العوامل النفسية اللي ممكن أي شخص عادي يتعرض للعوامل دي ويبقى مريض بودوفيليا أو يبقى شخص متحرش. البودوفيليا هو اضطراب جنسي لاشتهاء الأطفال، وده من الأمراض النفسية اللي علاجها بيكون صعب، لأنك أصلا مش هتعرف الشخص ده إذا كان مريض بيها أو لأ إلا لو مسكته متلبس أو هو اعترف بده، وطبعا دي حاجة مستحيلة. طيب البودوفيليا رجالة بس؟ هقولك لأ، ستات كمان عادي. وسمعنا قصص كتير عن الأطفال اللي كانت بتحكي عن تصرفات أصحاب مامتهم وعلاقتهم الغريبة بيهم. طيب هل أقدر أعرفهم أو أميزهم؟ هقولك للأسف لأ، لأنهم ممكن يبقوا ناس طبيعيين جدا عايشين معانا، وده زي اللي حصل بالظبط في مسلسل لام شمسية واللي أغلبنا اتفرج عليه في رمضان اللي فات. زي ما كان موجود بسام اللي كان صديق جدا ومقرب للعيلة، وفي الآخر طلع متحرش. وفي حاجة حابة ألفت نظر كل أب وكل أم ليها، وهو إنه ممكن يكون بيربي المتحرش ده في بيته. هتقولي ازاي يعني؟ أقولك زي ما سمعت كده بالظبط. طريقة التربية والتعامل أو بعض العوامل اللي بتقابلها ابنك أو بنتك في المجتمع اللي حواليه ممكن تخليه شخص متحرش أو شخص عنده البودوفيليا. طيب إيه هي العوامل دي؟ أولها هي عوامل نفسية، وهي علاقة الطفل بأهله، زي إن الطفل مثلا ما يحصلش ليه احتواء في البيت أو اهتمام، حاسس إن مفيش حد بيسمعه كفاية، فعدم الاحتواء ده بيخلي الطفل أو الشخص خايف يتعامل مع أهله أو خايف يتعامل مع الناس البالغة أو الناس الأكبر منه في السن، لأنه دايما حاسس بإحساس الرفض أو بعدم الاهتمام. فهنا بيبدأ إنه يتجه إنه يشوف الناس الأصغر منه في السن، لأن هو هنا هيحس